شكرا لك امين. واحنا نكملوا في اجواء الحصاد السياسي سنه 2016 ونكمل معك وين وقفنا قبل الفاصل. استاذ صافي سعيد، كنا نحكيو على ارتباط الوضع في تونس بما يجري دوليا وعربيا. شوف، في تحول في العالم العربي في 2007. اولا امامنا المغرب، خلينا نبدو من المغرب. المغرب امامه استحقاق حكومي، عنده عطل في ترتيب حكومة أو الإعلان عن حكومة جديدة بعد الانتخابات الجديدة. قد يعيدون الانتخابات. عندهم أزمة مع موريتانيا، وأخرى مع الجزائر، ومشكلة أخرى مع الاتحاد الأفريقي. يريدون العودة إلى الاتحاد الأفريقي. اللي يعارضهم في العودة للاتحاد الأفريقي تعارضهم موريتانيا وتونس، وأنا لا أفهم لماذا، ومصر والجزائر. هذا البلوك عاملين عليهم بلوك في الدخول. إذن احنا مقصرين، تونس مقصرة في التعاطي مع المغرب، ولم نستفد من تجربة المغرب، لا تجربة الحقيقة والكرامة، أو شو اسمها الحقيقة والكرامة، ما هيك، ولا في تجربة التنمية الجديدة، ولا في تجربة الانفتاح على أفريقيا، ولا في الاتحاد المغرب العربي. لم نفعل علاقاتنا مع المغرب، ولم نستفد من المغرب، رغم أن المغرب تحكمها حكومة إسلامية، حكومة العدالة والتنمية، اللي هي شقيقة أخرى للنهضة. وهذا ما نعرف ليش هالفيتو على التعامل مع المغرب، ومين اللي عامله الفيتو؟ ثم فيتو معمول بقوة أخرى إقليمية في المنطقة. ده نمشوا للجزائر. الجزائر يكون فيها تحولات وتكون فيها انتخابات في 2017. ليبيا موضوع مازال مفتوح على مصراعيه، واللاعبون كلهم يلعبون ويشحنون ويتموقعون ويستعدون. واحنا الخوف مش ان عوده الارهابيين لتونس، ان عوده الارهابيين التوانسه الى ليبيا، ومن هناك تبدا عمليه اخرى، عمليه الاخذ والأخذ على حين غفلة، ويمكن يقع فيه غزو، ويمكن يبدأ عندهم حلفاء، ويمكن عندهم دول تيجي تدعمهم، وتجيهم الدول وتدعمهم. كل الدول عندها مصالح في إشعال الفتن من أجل مراكمة المرابيح ومراكمة الأرباح. ده مصر موضوعة في أزمة، في زاوية. السعودية عامل استحقاق عن حق، وهي التي في الأزمة في النهاية ظلت هي في أزمة. عندها حرب مع اليمن عليها تصفيها، عندها حرب في سوريا وفي العراق ما عرفتش كيفاش تخرج منها، خرجت منها خاسرة وفاشلة في تجربتها. إذن احنا من هم حلفائنا في العالم العربي، ومن هم حلفائنا في المنطقة، وكيف سنعبر إلى العشرية المقبلة ولا الأربعة ولا حتى 2020 كما يقولون وكذا، وكيف هذيك الوعود اللي تلقيناها في مؤتمر الاستثمار كيف سنستفيد منها على الأقل. أنا لا أصدق أنه باش يجينا 15 مليار دولار ولا أي شيء، بالكثير باش يجوا مليارين على مدى عامين ثلاثة، لكن بأثمان عالية. من يدفع الأثمان؟ ثم أنه عندنا احنا مشكلة، عندنا البلديات يأجلوا فيها وخايفين منها كلهم، وعندنا حكومة ما حدا يستطيع أن يستقيل فيها، لأن كي البوزل يعني كان تنحي